بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا حبايبي خطوة بخطوة وبدأنا صح. كشرنا البصلات وهنخرط البصل، زي ما عودتكم انا بخرط البصل على ايدي. صلى على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ما شاء الله. هنعمل محشي النهارده زي ما قلنا لكم، ورق عنب وفلفل وباذنجان وكوسه. انا بحب الخلط على اليد، معلش انت تقول عليها جهله ولا تقول عليها انت عايزين تقولوه، بس انا متعود على كده. انا بخلط على اليد من زمان وانا صغيره، زي امنا معلمتنا احنا بنعمل زيها. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي ان شاء الله. ادينا خرط انا بحب خرط البصل بالسكينه عشان يسيب حاجه على النار وما ياكلش دهون كتير. المحشي بنعمل زيت. الناس بيقولوا انت جاهله، الناس اللي طلعت فوق سقف القمر وانت قاعده رجعيه والله زي ما تعودنا على كده. احنا مش قادرين نبطل، ويعني هي تاخد مننا ربع ساعه بصل كتير قليل 10 دقايق يعني، ويعني حاجه صحيه وحاجه استهلاكها في السمن والزيت قليل، وما شاء الله زي انتم شايفينها بتتحدث عن نفسها. كله ده هي اول ما ينشف من الميه بتنشف حالا منه عشان نحط الزيت، بتنشف حالا الميه وما بياخدش سوى كتير زي الكبه ولا زي المبشره. كم تاني يا حبايبي. التقليه خمرت ما شاء الله عليها، زي انتم شايفين القوام بتاعها تخينه كيف، مش خفيفه، حلوه مجمده عشان لما اكب عليها الرز يبقى مظبوطه. يا حبايبي شوف تخينه ازاي، شربت عليها على الرز والخضره ونظبطها ونقعد نحشي. حبايبي ادينا خلصت المحشي سبكته وادينا بحشي زي انتم شايفين ان شاء الله. اللهم صل على رسول الله. حيكته كويس وظبطته زي ما احنا كنا مع بعض خطوه بخطوه، وها زي الفل باذن الله. زي ما انتم شايفين محشي باذنجان ومحشي فلفل ومحشي كوسه ورق العنب زي ما انتم شايفينه، وادي الفلفل هنحشي باذن الله تعالى. يكون معايا احنا مع بعض خطوه بخطوه زي ما قلنا، وزي ما قلت لكم ما لقيتش باذنجان ابيض في السوق، جبت باذنجان برضه العيال بيحبوه. هنا في اولاد احفادي بيحبوا باذنجان، وفي عشان هم بيحبوه. الكوسه برضه في كوسه، وبعدين بنحشي كل حاجه ما شاء الله عليهم. يلا يا حبايبي صلوا بينا على النبي. عندي شويه شوربه شايلهم في الثلاجه، قمت اعمل عليهم حبه ملوخيه جنب الاكل اللي انا عاملاه المحشي. حته شطه هي، حته شطه، وادي الملوخيه، شويه حبه ملوخيه اعملهم عشان العيال يحب الملوخيه.
انتم طيبين يا حبايبي، خضرة زي الفل زي انتم شايفين ان شاء الله. يلا اللهم صل على النبي. خلاص كده. وادي الملح، وادي الفلفل، وادي الفراخ. يا حبايبي حطيت بشرة البصلة، على الطماطمات، طماطميتين 3 براحتك على حسب الفراخ، وتتبلها كويس. هي كده كده لما بتغلي وكلها يعني شوربة مية بتسيح فيها، والطماطم بتسيح وبتتسبك وبيبقى زي العسل. اديك هتشوف النتيجة في الآخر، وهي عن تجربة هتجربوها مش هتندموا عليها. يبقى أحلى من الفراخ المشوية وأحلى من الفراخ المحمرة. هاي يا حبايبي هدخلها الفرن. اول ما تستوي هطلعها هرجع لكم تاني بالمحشي والفراخ اللي في الفرن. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي انتم شايفين يا حبايبي هذا حلة المحشي اللي انا عملتها. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اللهم صل على رسول الله. فشي حاجة ان شاء الله عليها. اللهم صل على رسول الله. الله اكبر. صيام مقبول، ربنا يكرمكم ورمضان كريم وعاد الايام وجعل سنة بيض عليكم وعلى اولادكم، وصيام مقبول باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.